fitness for squash. 90% من نتيجتك في الفوز بيكون من الفتنس، ما بيكونش من الجزء المهاري. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ان لو انت اهتميت بالجانب المهاري بس، او بالجانب التكنيكال اللي هو الفني، خليني اقول لك، لو انت جيت في الماتش لقيت نفسك بدنيا وقعت، صدقني مهما تكون انت شايف الكوره وعارف المفروض تعمل ايه، بس انت هتلاقي جسمك بقى عامل فريز ومش مستجيب لاي حركه من الحركات اللي انت المفروض تعملها. فهو مفتاح فوزك في السكواش بيكون الجزء البدني. ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله هتكلم عن حاجات كتير جدا، من التحمل، ازاي تقدر توصل لاخر الماتش من غير ما تتعب، من السرعه، ازاي تقدر تتحرك بسرعه، القوه، وازاي تبقى ثابت في الملعب. دي كلها عناصر مهمه قوي محدش بيتكلم عنها. ان شاء الله هيكون اول محتوى عربي بيتكلم عن السكواش ان شاء الله طبعا في الحلقات الجايه.